هي البنك الشعبي. البنك الشعبي انا كنت مستثمر كنشتغل مع الابناك اوروبيه، ما كان عندي حتى مشكل. كنت كنعمل الشيفر دافير 8 مليار سنتيم وما عندي حتى مشكل. كنت كنساهم في اقتصاد المغرب، كنجيب السلعه من المغرب، كنجيب عند مولاي مسعود مثلا طب فوت السيوف جميع الكروسيل ديال المغرب، وكنجيب السلعه لنا وكنبيعها وكنصرف العمله الصعبه للمغرب. انا كنت كنساهم في اقتصاد المغرب، ولكن ما كنت خدام مع الابناك البلجيكيه. نهار اللي دخلت البنك الشعبي من النهار الاول هما بداو كينصبوا عليا، بقاو كينصبوا عليا الى حتى داو لي الشركه ديالي الافلاس وولات يقطعوا الدراسه. زياده على ذلك حين ما عثرت على التزوير والنصب والاحتيال مشيت لعندهم حبيا، عملوا لي مرارا وتكرارا، عملوا لي الفخر باش يدخلوني للحبس ويسرطوني ب 40 سنه. اما الزلزال يعطوا له 20 سنه، اما انا كان غادي يعطوا لي 40 سنه لان عملوا لي الهجوم على البنكه. راه المساله خطيره جدا وبالدلائل قاطعه، ولهذا ارجوكم وصلوا رساله ديالي في انحاء العالم، ارجوكم وكل رجاء. إن كنطلب من البنك الشعبي اولا كينصروا على الجاليه والبسطاء بحالنا. انا كنخدم العريق الجبين ديالي اخوتي، بالعريق الجبين ديالي في عمري 71 سنه، قسما بالله يوميا كنضرب 400 500 حتى 900 كيلومتر في النهار. النداء لماذا؟ لان العداله ما نصفتنيش، والعداله زورت عليا ونصبت عليا، والبنك الشعبي اكبر مجرم حقيقي، اكبر مجرم. من هما؟ اولا فاسي الفهري، يوسف فاسي الفهري مدير البنك الشعبي ببروكسل، هو دخل الحبس والمغرب خلص عليه 300 مليون وتلقوا له 300 مليون وتلقوا له. السيد البهاري احمد زريول الاب المتطرفين هو السبب التزوير. انا كنعرف خط يدو وكنعرف الكتابه ديالو وكنعرف كل شيء. ثالثا السيد العراقي كان مدير العام، دخل الحبس كان عليه المنطقه دوليه، قبطوه في اشبيليه وسردوه لمدريد، ومدريد سلمته لباريس. انا كان مطلوب من باريس حتى هو داخل القضيه ديالي. المغرب خلص عليه 2 مليار وتلقوا له. وانا المساله ديالي بسيطه جدا، ما بغاوش يجلسوا معايا الطاوله. انا ما كنطلب لهم حتى شي حاجه، كنطلب لهم لجنه تقصي الحقائق، لجنه تقصي الحقائق ويردوا لي ما ضاع مني. ما ضاع مني كنطلب منهم يردوا لي، لان يا اخواني خسرتوا لي حياتي. اذا عطيت لي واذا سمحتوا لي واحد دقيقه نوري لكم. تفضل.